بعد تعادل منتخب مصر مع بوركينا فاسو وسط أرضهم ومع جمهورهم في الوقت الزفت اللي بيلعبوا فيه في الأرضية اللي تقرف، ولكن منتخب مصر بقارة العميد بيحقق تعادل فرنسا. الناس دلوقتي شغالة ايه؟ كله على حسام حسن. ايه يا عم؟ هو ده ماتش؟ يا جدعان كفاية التعادل، الطمع قل ما جمع. انت كده ضامن التأهل لكأس العالم بنسبة 99%. يعني ليه؟ نلعب مباراة حلوة، مباراة تكتيكية، وربنا وفقنا، خلاص احنا كده ضامنين التأهل 99%. ولكن ما تضمنش الكورة. فوز الماتش الجاي جيبوتي اللي هو معاه نقطة واحدة، اللي هو زلة المجموعة من تحت، يفوزوا ونضمن كأس العالم. طب الفرح. نأتي لأخبار النادي الأهلي. حسين الشحات جاي له عرض من الدوري الليبي. حسين الشحات المخلص للنادي الأهلي. أحب أقول للإدارة إنها توافق على رحيل حسين الشحات، اللاعب المخلص، جرينتا النادي الأهلي. عرض مالي كويس ويتفضل يمشي. نأتي للخبر وهو تعيين المدير الفني. في الأوقات الأخيرة سمعنا كمية أسامي كبيرة، يقول لك جوزيه مورينيو هيجي يدرب الأهلي، يقول لك تشافي هيجي يدرب الأهلي. كل دي أسماء مش مطروحة ولا تم التواصل معها أصلا. مفيش اتفاق ما بين الأهلي ولا حتى عرض. ولكن الأسماء اللي مطروحة دلوقتي هو مدرب سويسري. ماله المدرب السويسري ده؟ مدرب سويسري الوكيل بتاعه هو الوكيل بتاع مارسيل كولر. ولكن في بنسبة 65% ممكن يكون المدرب، ولكن غير كده كابتن عماد النحاس هو اللي هيقود مباراة الأهلي أمام إنبي يوم الأحد 14/9. يعني أهم حاجة المدرب، ولسه حاليا مفيش أي اتفاق، مفيش أي مدرب اتعرض على الكابتن محمود الخطيب ولا أي اتفاق لحد الآن، لحد وقت تصوير الفيديو. بس كده كان ده فيديو النهارده. متنسوش تشتركوا في القناة عشان اللي جاي، واكتبوا رأيك في الكومنت. سلام.